مساء النور عليكم، مساء الخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في القناه تاعي يوميه مطبخ هاجر، والانستغرام تاعي هاجرة 93. الفيديو تاعنا اليوم راح تشوفوا بزاف مقتطفات من تحضيرات لعيد الفطر ان شاء الله. من بينها اول حاجه اللي راح تشوفوها هي اكسسوارات اللي خدمتهم للعيد باش نبيعهم. دائما في الستيل اللي وريت لكم من قبل. راح تشوفوا تاني بعض التغييرات اللي درتهم في الصالون بكل حاجة خدمتها أنا، وبعض المشتريات اللي شريت له. راح تشوفوا لبسة العيد ديالي وتاع وليدي وشوية قاطو، ونخليكم مع هاد الأجواء ونوليكم. راني وليت لكم بهاد الاكسسوارات اللي كنت شريت شويه سلعه، وقلت وعلاش ما نخدمش حاجه للعيد الصغير تخص البنات تخص النساء، حاجه شابه وحاجه مودرن، وكل حاجه خدمتها بيديا. خدمت بعض الاكسسوارات اللي هما المناقش بالسلسله تاعهم والبغاسلي حبيباتي. كنت شاركت معكم فيديو تحضيرات رمضان اللي كنت حطيت لكم فيه شومان دو تابل مع السله تاعو مع لي سات دو تابل وكامل. نخلي لكم كامل لي فيديو تعاودوا تضربوا طله هكذا وتدخلوا للرابط تلقاو كل حاجه اللي خدمتها انا. قلت لي ما لا ما نخدمش تحضيرات العيد الصغير ان شاء الله، حاجه تخص البنات وتخص كما نقولوا المراه، حاجه شابه وبسيطه في نفس الوقت، وتكون تلفت الانتباه بالبساطه تاعها والالوان كما تعرفوني. بصح لهنا في الاكسسوارات كنت دخلت شويه الالوان كما راكم تشوفوا الفيولي الغاز البلو. صينو انا الموديل تاعي والستيل تاعي راهو غير بالمارون اي لو بلون. مي الاكسسوارات حبيت ندخل فيهم شويه الالوان. خليكم تكملوا ونوليكم.
وهنا نروحوا للتغيير اللي درتو في الصالون، اللي كانت خاصتني طابله مودير وتوالم الستيل اللي حنديرو في الصالون. وكان خاصني تاني تابي صغير يكون خفيف، هذاك هو الصح، يكون خفيف ونقدر نرفدو، يعني كل ما نجي ننفض نرفدو بسهوله. فوالا كومونديت الطابله اللي حبيت اللي راهي على مود، وكومونديت هذا التابي، ودوك تشوفوا معايا الصالون كيفاش راهي. فوالا البنات، الصالون تاعي يعني الخدمه اللي راكم تشوفوا فيها كنت وريتها لكم كامل في لي فيديو السابقه، كما قلت لكم نخلي لكم الروابط هكذا تدخلوا تعاودوا تشوفوا كل حاجه اللي راني نخدم بيدي. مازال ان شاء الله نزيد نحط فيه حاجات ونزيد نخدمهم ونزيد نشارك معاكم. بالنسبة للزربية والطابلة كنت كومونديتهم شوية قبل رمضان بواحد السمانة هكذاك. قلت جات سوسوة نديرهم لرمضان ان شاء الله، ونخليهم للعيد هكذا تكون الحالة متحوفة وحاجة جديدة تنور لي هذاك الصالون تاعي. وصراحة فرحت باسكو شريتهم شغل بدراهمي وتعبت عليهم، يسمى قعدت غير بالك كش ما تحطوا بالك تعفسوا. راكم تعرفوا. راكم تعرفوا الحالة لما راكي تشري حاجة بدراهمها تقعد غير تعس فيها، بالك يخسروها لها، بالك يقطعوا لها، بالك يوسخوا لها. هذه هي البنات، الحمد لله يا ربي. دوكا نروحوا لحوايج العيد اللي كنت شريت هكا جبيبة ولا اون بتيت غاب لي توالم ستيل تاعي اللي ادمنت عليه كيما راكم تشوفوا. كريم بالمارون، المارون تاعها جاي بزاف شباب، مطروزه كيما راكم تشوفوا تاني بزاف رائعه، القماش تاعها خفيف والمتني، والوالمت تاني اللون تاع شعري يعني جات سوا. شريت معاه هاد البليغه اللي خرجت تاني نفس ستيل كيما الروبا اللي كيفاش مطبوعه وكيفاش مطروزه، يعني خرجت فريمون متوالمه معاها. ما جيت نلقى النوع هذا تاع البليغه، يعني حصلت بزاف وكنت مضطرة نشريها باسكو جاتني شويه غاليه، والا البلايغ كاع اللي راهم برا اللي فيهم العقاقش والجونغ تاعهم يجي شغل تاع نساء كبار، فهمتوني؟ ما حبيتش هكذاك. المهم شريت حاجه اللي توالمني والحمد لله، وخدمت لها هاد المنيكشات كيما راكم تشوفوا. هنا غلطت، كنت حطيت لكم واحده مقلوبه وواحده مقلوبه على الاخرى كيما راكم تشوفوا، ما مش سوا. المهم نقدر نلبسهم في لي دو فاصون. ولهنا الحوايج تاع عميله كيما راكم تشوفوا عمر وليدي، كنت شيت له اون فيست كلاسيك مع قمجه غري، فيست كلاسيك في البلو مارين والقمجه تاعها في الغري، هو اونصامبل يتبع كامل كيف مع الجين هدايا وفيه سبتة معه. وشيت له هاد الباسكيت، صراحه ما قنعتنيش بزاف الباسكيت مع هاد اللبسه، مي لي شوا ما كاش، يعني تروحي تلقاي تشري ما تقديش ميم با تزيدي دوري وتحوسي باسكو ما كاش بزاف لي شوا. نروحو دوكا لحاجه حلوه اللي كامل رانا بها في الدار تحرحيره. انا الحمد لله كملت سي بون، ستفتهم حطيتهم في الكيسات تاعهم. كنت درت صابلي، شاركت معاكم تاني وصفه تاع الصابلي، نزيد نحطها لكم، يعني ما حبيتش نعاود لكم الوصفات باسكو كامل راني حطتهم لكم. درت صابلي بالمعجون الداخل فوقها درت له بالشيكولا ماربري، شيكولا بيضاء وشيكولا مارون. صابلي هذا بحبه بيض فقط. وكنت درت تاني بقلاوه بعجينه الفيلو، كنت شاركتها معكم نزيد نحطها لكم. برك انا درتها طويله لهنا في العيد، حبيت نغير ودرتها كاري، يعني حطيت كامل العجينه نص وبعد درت الحش وبعد زدت كملت العجينه اللي من الفوق. فوالا البنات، ان شاء الله راهي يعجبكم هاد بعض اللقطات اللي حطيتهم لكم. ما حبيتش نطول عليكم بزاف، المهم على بالي راكم مشغولين وقلت نشارك معكم برك شويه هكذا نتوانسوا مع بعضنا.
بالنسبة للنوع الثالث اللي كنت خيرت ندير مقروط الكوشة معسل بالتمر، الله الله. خيرت وصفة سارة حناش، عجبتني ولقيتها سهلة، قلت لي مالا نسيه وجاني روعة الله يبارك. هذيك ريحة المزهر وش نحكي لكم. فريمون ساهل وناجح الحمد لله. درتو بالمول تاع الطابع، هي تاني دارت مول تاع الطابع، هي دارت في المثلث ودارت في الكاغ. انا كان عندي هذا المدور طبعت به، وحطيت هكا ديكور شويه من الفوق باش ما يجيش صامت. درت له شويه جلجلان بعد ما عسلته، وحطيت عليه هاد الورده تاع التمر اللي كنت طبعتها بالمول صغير، ووحده قرنفل في الوسط باش نشد فيها، شد بها هذاك التمر تاعي. وش نقول لكم يا البنات، المقروط هذا عسلته بعد ما طاب، ومن بعد ليلة العيد ان شاء الله نعاود نعسلو غير حاجة خفيفة كيما العادة والعوايد بعد ما نكملوا الكاطو كامل. انا صراحة درت الصبيغة تاعي قبل ما نبدا الكاطو، هكذا نقصت على روحي، كان عندي شوية فراغ صبغت لا كولور اللي حبيتها. ودوكا هنا بعد ما خلصت الكاطو تاعي شويه هذيك التحرحيره تاع رمضان، نقيت كامل الفوق تاعي بالبرودوي مزيل دهون، راهم يتباعوا راهم كاينين رحمة ربي الحمد لله. فشفشت كامل الحالة ونقيت الحالة بعد ما خلصت كامل الكاطو تاعي. الطريقة اللي كنت شاركتها معكم تاع تحطوا كل حاجة راكم حابين نديروها بالبرودوي في الساشي، تفشفشوا عليها وتغلقوا وتخلوها تعرق، ومدة 4 ساعة فقط هذاك الساشي تلقاوه حالة كارثة، بدك القرا يحبط كامل فيه، وانت يوم بعد ديلهم غير رغوة خفيفة بلا ما تحكي بلا والو. اش بقى لي نقول لكم، تهلاو في روحكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله راح يكون فيه حاجة جديدة، خدمة جديدة، بعض لقطات جدد باينة. دايما نطول عليكم بصح نولي لكم بحاجة جديدة. خليكم في الامان، تهلاو في روحكم بزاف، الله يقدركم والله يعاونكم. ما تنساوش الجام وكومنتير هكذا باش نشجع بكم. سلام.